هل المباراة كانت صعبة على الزمالك؟ هل المصري كان محضر للمباراة؟ هل تغييرات كابتن معتمد جمال اتأخرت؟ ايه سبب فوز نادي الزمالك؟ خليك معايا لاخر الفيديو، هجاوب على كل الأسئلة. أهلا بكم. مباراة بعنوان هكسب المباراة بأقل مجهود. 4 فرص ب4 أهداف. أول 3 نقط في صراع المنافسة على الدوري. علم معايا، خلصت أول جولة وباقي لي 5 مباريات. الزمالك استحق الفوز ولعب مباراة بهدوء وكسب بسهولة رغم إنه كان متأخر بهدف. الرجوع بهدوء ومن غير دربكة، والفرقه اترتبت واحرزوا 4 اهداف ب4 طرق مختلفه. الهدف الاول من عرضيه بنزيرة اللي استقبلها عدي دباغ. الهدف الثاني من هجمه سريعه ولعب مفتوح، كوره بدات من عند احمد ربيع لبنزيرة لفتوح، وفتوح بثرو عالمي لناصر منسي بلمسه واحده هدف. الهدف الثالث بمجهود فردي بضغط ومتابعه على كوره كانت مع لعيبه المصري، نزلت قدام عمر الساعي لكن خطفها من قدامه ناصر منسي، لعبها واحده بوشكاش في سقف المرمى. الرابع من ضربه ركنيه من المخضرم مع عبد الله السعيد بعرضيه يخطفها براسه حسام عبد المجيد. 4 اهداف في ظل ان المصري كان بيلعب ب3 قلوب دفاع. في مشكله في نص ملعب الزمالك، البطء في الخروج بالكوره والتحولات، بالاضافه ان كان في زياده عدديه للعيبه نادي مصري. 5 لعيبه في قلب الملعب. مصري ما كانش فاتح الملعب، كان عامل زياده عدديه في نص الملعب وعامل ميد بلوك. قابلها بطء وعدم ضغط لفريق نادي الزمالك طول المباراه. الزمالك ما كانش بيضغط بشكل قوي على المصري، وهدف المصري الاول دخل بسبب ان مفيش ضغط على لعيبه المصري. كره اتنقلت بسهوله جدا في نص الملعب من العمق، مفيش لا رقابه ولا ضغط، بنقلتين 3 بهدف. نزل الزمالك شوط تاني بيعتمد على الكره الطويله اللي بتتلعب من الدفاع لناصر منسي ناحيه اليمين ورا احمد ايمن منصور. منسي فعلا راح بكورتين لكن ما استغلش فرصه. من الدقيقه 60 المصري مسك الملعب في محاوله تسجيل هدف التعادل، فضل من الدقيقه 60 للدقيقه 74، يعني في حدود ال 14 دقيقه. ده الوقت اللي لعب فيه النادي المصري مسيطر على الكوره، ولكن ما استغلش الفرص، ما استغلش الكور الكتيره اللي كانت بتطلع غلط من الزمالك، ما استغلش ان فريق نادي الزمالك ما كانش بيضغط، وما استغلش الحاله البدنيه لنادي الزمالك بعد الدقيقه 60. كابتن معتمد جمال اتاخر في التغييرات، بدا في تغييراته في الدقيقه 70، ولكن كان موفق لان التغييرات نشطت الملعب، خصوصا انها كانت مركز بمركز، ما كانش فيها اضافات تكتيكيه. يعني طلع فتوح ونزل مكانه ادم كايد، وطلع عدي دباغ. في الدقيقه 74 ناصر منسي قتل المباراه بمجهود فردي بكره ضايعه من قدام دفاع ونص ملعب المصري عشان يحط هدف من وجهه نظري هو من اجمل اهداف الدوري. حد يعرف قيمه عبد الله سعيد؟ عبد الله سعيد بكوره يخلص ماتش، سواء بباص بثرو برفعه بتسديده، زي ما حصل النهارده في الدقيقه 86 ركنيه لعبها نموذجيه نزلت على راس حسام عبد المجيد بهدف. النادي المصري حسيت انه اللعيبه عندها رعونه طول المباراه، ما عندهمش رغبه في المنافسه او النديه، مش مصدقين انهم ممكن يوصلوا لابعد من كده، على الرغم انهم بداوا الموسم بشكل مختلف وقوي، لكن هي دي الامكانيات. تاني هقول اللي عايز ياخد الدوري مفيش حاجه هتوقفه، خد الدوري باقدام لعيبتك وذكاء مدربك، ركز في الملعب. مبروك نادي الزمالك وجماهيره. ده كان تحليل مباراة اليوم. لو عجبك التحليل رجاء لايك وشير، واستناني في تحليل جديد ان شاء الله.